بطريقه رهيبه، وفي نفس الوقت هتفرق مع نادي الزمالك، لان بيع احمد سيد زيزو هو بيع مضطر ان هو ياخد فيه الريسك، ومضطر ان هو يفهم، او مش محتاج ان هو يفهم الجمهور، لان الناس واعيه وفاهمه ان رحيل زيزو بيعني النادي الزمالك خروج من الازمه، وان هو طوق نجاه، لان الزمالك في موقف صعب، والزمالك محتاج انفراجه ماليه ان هو ياخد الفلوس ويبدا ان هو يحل بيها المشاكل والازمات بتاعته، ويقدر الزمالك زي ما صنع زيزو وكبر زيزو وكبر نجوميته وعمل امام عاشور وكبر امام عاشور وغيرهم من اللعيبه، يقدر يجيب لعيبه برده ويكبر، لان الزمالك دايما في الحته دي بيشتغل كويس قوي، عنده عين كويسه وبيعرف ان هو يجيب عناصر جامده تعمل طفره كبيره جدا على مستوى الكوره. لكن في النهايه الزمالك حط شروط معينه للموافقه على رحيل احمد زيزو. ايه هي الشروط دي؟ الشرط الاولاني ان زيزو يعمل فيديو مسجل صوت وصوره يقول فيه ان هو اللي طالب ان هو يمشي من نادي الزمالك، ده رقم واحد. رقم اتنين ان هو يمضي ويقول برضو في الفيديو